اسم اللي لولا ما كانش ابستين قدر يبني امبراطوريته كانت جلين ماكسويل، واللي قابلها ابستين سنة 1991 في حفلة من الحفلات. جلين ما كانتش مجرد بنت عقلانية، دي كانت بنت اللورد روبرت ماكسويل امبراطور الإعلام البريطاني، واللي اتهم بعد وفاته الغامضة بجرائم استغلال نفوذ وسرقات بمليارات، وكان طلع عنه إشاعات إنه كان عميل للموساد. في اليوم ده ابستين شاف في ماكسويل التأشيرة اللي هتدخله أصحاب النفوذ في العالم، وهي شافت فيه الأب البديل. وفعلا ارتبط اسمهم ببعض من اليوم ده. مفيش شك ان جيلين هي اللي حولت ابستين مما يمكن ان نسميه نصاب امريكي الى رجل مجتمع دولي، فهي اللي قدمته للامير اندرو اخو الملك تشارلز وبيل كلينتون واغلب الرجال المهمين في العالم. وبعدين كان ليها دور كبير في اصطياد البنات اللي كان بيستغلهم ابستين في خدماته للاغنياء واصحاب السلطه بعد كده. ويبقى السؤال، ليه جيلين عملت كده؟ نفسيا جيلين كانت بتعاني من عقده الاب، والدها كان نرجسي ومسيطر جدا، ولما مات لقت في ابستين النسخه الجديده من السلطه اللي لازم تخلص ليها. في 1998 ابستين اشترى جزيره ليتل سين جيمس بفلوس ويكسنر. الجزيره دي ما كانتش مكان للراحه والترفيه، دي كانت مصيده. ابستين كان بيعزم اقوى رجال العالم وبيوفر لهم خصوصيه مطلقه وبيسيبهم يمارسوا ابشع رغباتهم بعيد عن القانون. بس ما كانوش يعرفوا انهم في استوديو تصوير ضخم، لان في كل مكان على الجزيره كانت فيه كاميرات خفيه بتسجل كل لحظه. ابستين يمكن فشل انه يفهم في البورصه، بس هو فهم كويس جدا نقطه ضعف العمالقه، وعرف ان الاغنياء واصحاب السلطه بيعانوا من عزز القمه ووهم الاستحقاق. فتح لهم الجزيره عشان يحولهم من اصدقاء لاصول او اسيتس، وكان بيحول متاحهم محرما الى قيد في رقبتهم، وده خلاه يكون ليه نفوذ على اقوى واغنى رجال العالم. واي حد دخل الجزيره دي خرج منها وهو رهينه في ارشيف ابستين. ولكن بعد بلاغات كتير عن استغلال القاصرات، وبعد سنين من متابعه الاف بي اي لابستين، وقع ابستين في يوليو 2019 واتقبض عليه. كان طبيعي لحجم تغلغل ابستين ومعرفته باسرار اقوى الناس في العالم ان في كتير قلقوا ينكشف سرهم. بس فجاه في اكتر سجن مؤمن في امريكا ابستين مات. الروايه الرسميه بتقول انتحار، ولكن المريب ان الكاميرات في الليله دي بالذات اتعطلت، والحراس ناموا، واتسرب تقرير الطبيب الشرعي واللي كان مكتوب فيه ان كسور الرقبه بتقول خنق مش شنق. ابستين مات وسره معاه، وجيلين ماكسويل هي الوحيده اللي بتدفع الثمن دلوقتي بصمت مطلق، وكانها لسه بتحمي النظام اللي هي صنعته، خوفا على نفسها او ولاء شديد لابستين لاخر لحظه، الله اعلم. قصه ابستين هي مرايه بتكشف لينا قد ايه القمه ممكن تكون قذره لما السلطه والمال يتقابلوا في غياب المحاسبه، واللي بيبني بيته على اسرار الناس بيموت مدفون تحتها.